بريسنج موزه تقول عليها زي ما تقول خطها حلوه، لكن حسن عبد الله كان رأيه مميت جدا، سلبي جدا، سيء جدا، لغى الهدف. هذه ركله جزاء جيشك واضحه. المهاجم المقص هو اطول لعيب في الملعب، هنا بيطلع واضح لعيب طائره كويس. هنا بقى يا حاج نقول المسؤوليه 50% على حكم المباراه و50% على الدفاع. يعني ده لو ما شافش الاخر حاله صريخه الحقيقه، يعني يعني انا بقول انا بعض صاحب التحكيم وعلى الخطوط بعض رجال الحدود وكنت اتمنى يعتذر عن اداء هذه المباراه الحقيقيه. يعني الشوط الاول في تحليلك في كوارث تحكيميه كبيره يعني. لان احنا يقدر يطلعهم ويعملوا تشكيل خطر على مرمى نادي الزمالك، ويمكن شفنا فرص سواء لأوزو كونال او احمد عبد الرؤوف، وبعد كده جه الهدف الجميل. تدخل من عمرو الصافي، ولكن اوزو كونال لاعب الاكواري بصرف الحذاء كده داس على رجل. بص والله يا اخي مش عارف ايه يعني. بص في كمان حاجه غريبه، بس برضه دي خبطه راس غريبه. الطرد اللي حصل ده زود التوتر وزود الحماس والعنف بقى عندهم اصرار على حتى كوره مش قلت عليها كانت صح. كل كوره مشتركه خارج بتاعت الملعب اخبار عليك خاصه ايمن عبد العزيز. هنستأنف مرة أخرى أحداث الشوط الثاني. تعادل سلبي قائم، استلام من أحمد جعفر، شيكابالا خطير عدى بالمهارة ولكن تدخل على طول من محمد ثابت صاروخ قفلها من الوضع نائما. محمود فتح الله